اربع اطفال الحمد لله. مع محاربتي مع الدنيا اللي انا عملته مش هتكلم عليه طبعا. لكن بالنسبه للمعاقين يا فندم، انا بكلمكم امانه، المعاقين محدش بيتكلم عليهم خالص يا فندم. احنا عايزين نحل مشكلتنا بنفسنا. يبقى مسؤول زي الاستاذ وديع، زي حضرتك، زي اي مسؤول يكون بيخاف ربنا وخايف فعلا على مصر. احنا مش عايزين نلقي يعني العبء بتاعنا معاق على الحكومه. نعم. انا مثلا لو طرحت فكره زي مثلا 15 مليون يا فندم، في كل دفع 10 جنيه واتعمل صندوق حللنا 150 مليون جنيه، وكل شهر لما تمشي الشغله دي ان كل شهر كل مواطن معاق يدفع 10 جنيه، يبقى انت عندك كل شهر في 150 مليون جنيه. هتعمل نوادي للمعاقين، هتعمل حاجه زي كارفور وزي فتح الله تشغل فيها المعاقين. المعاقين هم اللي بيشتغلوا في السوبر ماركت، اللي بيقدر يقف على رجله بيشتغل في اللحوم، بيشتغل في يعني نقول شريحه مجتمعيه لا يمكن اهمالها، لان انا مش عايز اسميه معاق، زي ما نقول ذوي احتياجات خاصه، لان زي ما هو عنده نوع من الاعاقه ما فيش انسان ما عندوش اعاقه ولو بشكل من الاشكال. يعني انا عايز اقول لحضرتك يمكن بتتكلم على فتره ماضيه، اعتقد ان بعد الثوره لازم يبقى في نظره معينه، وانا يمكن علمت ان المهندس الحملاوي وزير محافظ البحيره عين مجموعه كبيره، الحقيقه مش فاكر الرقم، في التربيه والتعليم من المعاقين، سواء كمدرسين او اداريين. يمكن الخبر ده بقى له يومين او ثلاثه، اعتقد دي بدايه يعني مشرفه في الفتره الحاليه. يا استاذ الفاضل، بعد احترام لحضرتك وضيفك، انا بس مش عايز اطول على حضراتكم عشان البرنامج. يا فندم، لما يبقى في حمله دعائيه يدعي ليها الاساتذه الفضال اللي موجودين في مصر، ان انا نفسي يعني انا معاق، انا عايز خدمات، انا لما ادفع 10 جنيه كل شهر يا فندم ويبقى في صندوق يبقى مسؤول عنه انسان بيخاف ربنا فعلا، انا هجمع مبالغ وهستثمرها يا فندم، وهستثمرها في جميع المحافظات. هستثمرها في جميع المحافظات يا فندم، من اسوان للاسكندريه يا فندم. نعم. يعني انا لما اجي اعمل مشاريع من نفسي، انا مش هلجأ يعني الحكومه لو هتديني فلوس او رجال الاعمال هتتبرع لله، ده شيء هيبقى شيء بالنسبه لنا احنا، لو المشروع ده تم هيبقى يعني شيء حاجه جايه من عند ربنا، مش هقول شيء هامشي يعني. انت عندك هيخش لك 150 مليون جنيه كل شهر، وكل فرد دفع 10 جنيه، و15 مليون يا فندم كل معاق بيعيد جنبه اثنين، الاب والام او الاب والاخ، يبقى عندك 45 مليون معاق في مصر بسبب ال 15 مليون. اقتراح محترم فعلا، يعني اقتراح محترم فعلا وجدير بان يعني نتبناه. وانا بقول يمكن هذه الفتره احنا بنسمع اقتراحات كتير واراء كتير، ولابد ان ملفات من هذه تفتح، ولكن احنا يعني زي ما بنقول واحده واحده، واحنا معاكم، دي قناه الشعب زي ما بنقول، قناتكم قناه اسكندريه، وانا اوعدك ان هيكون في الملف ده مفتوح الفتره اللي جايه، نتبنى مثل هذا الموضوع. اشكرك جدا يا استاذ مصطفى جدا، واشكرك على اقتراحك، واعتقد ان الاستاذ وديع كان عايز يتكلم كلمه، بالله عليك الاستاذ وديع كان عايز يتكلم كلمه بس. اتفضل. هو احنا ما عندناش ثقافه ان احنا نرعى المعوقين زي ما موجود بره في الخارج. بره في الخارج بيبقى في بيوت معموله، اتوبيسات بتيجي تاخده، ناس بتاخدهم بتحميهم وتلبسهم. احنا عاوزين هذه الثقافه، وكل ده الدوله لا تتدخل فيه، كل الجمعيات الخيريه الغنيه ولا مانع نحن وتيسير حاجه في محطات الاتوبيس في الارصفه ولازم عشان في البنوك عشان الهانديكاب المعوقين. احنا ما عندناش، لابد من خلق ثقافه ان احنا نقف جنب الناس. وعلى فكره ان في قانون انساني موجود في مصر ان لازم ياخدوا 5% نعم. للمعوقين. هذا القانون انا بعتبر ان هو غير مطبق، لان انا رحت كتير المصالح باعتباري كنت في جهاز مركزي محاسبات وبلف مصر كلها، ما لقيتش معوقين غير عدد. ده قانون غير مطبق. لا، ال 5% دي مهمه جدا. بيبقى بواسطه برضه، هي برضه بواسطه برضه، هو نفس الاداره. الاداره في مصر لابد ان تتغير نظريه الاداره في مصر، ولا بد ان يكون في لا مركزيه في الاداره، والاداره يقابلها صلاحيات ومسؤوليات. لكن انا ما اقدرش اكتب ورقه عشان اديها المدير العام والى وكيل الوزاره والى وكيل اول وزاره في القاهره. لا، في حاجات لازم زي ما حضرتك قلنا، سرعه اتخاذ قرار، اتخاذ القرار، سرعه وجرأه وقوه. وانا هعمل ايه؟ ده عمليه مش موجوده. لكن انا شخصيا هذا الكلام اثر فيا جدا، لان انا شفت في الولايات المتحده الامريكيه، وبعدين على فكره ده حقهم، ده العيال اللي بتشتغل في تمريض وخدمه العيال دول بياخدوا اجر عالي جدا. من الذي يقدر على هذه المهمه؟ نعم. استاذ مصطفى معانا؟
بشكرك استاذ مصطفى، وزي ما وعدت حضرتك هنفتح هذا الملف ان شاء الله الفتره القادمه باذن الله. استاذ وديع، انا يمكن عشان الوقت بس ما يسرقنيش فيه، موضوع مهم جدا. انت حبيبي، انا جاي في خدمتك. لا انا عايز استفيد من حضرتك. لا العفو. الثلاث احكام القضائيه التاريخيه. يا سلام يا سلام على عظمه مجلس الدوله، حامي الحريات وحامي المال العام في مصر. شركه المراجل هذه الشركه موجوده على ارض، على فكره، ده على النيل في شبرا. دي اول شركه قبل شبرا لا، ده المراجل اللي كانت بتصهر المعادن ده كان جزء من الاثر وحاجه ليها بملايين الجنيهات، مليارات الجنيهات. الان هذه الشركه حرام حينما مجلس الدوله يامر بالغاء العقد، وطبعا ده هيعمل مشاكل كبيره. الشيء اللي اثرني في هذا الموضوع ان اللي اشتروا واحد كندي وباع له واحد مصري، والمصري جاب ابوه ولا جاب اخوه قال له انت ما دفعتش، اعمل حجز عليك. العمليه كلها عمليه لعب ورق في مال عام. هذه الحكم العظيم اللي طلع ان ده بالغاء العقد وما ترتب عليه بيبقى اثر رجعي. الارض دي النهارده يا محمد وتعويض مال، ويتحملوا مسؤوليه الاداره بالخساره والضرائب في هذه الفتره. انا عايز اقول لفظ ان خصخصه مثل هذه الشركه جريمه، دي خيانه للوطن. خيانه بالظبط كده. النوع الثاني انا مش عايز ادخل في تفاصيل، دي امن قومي. لا، شركه طنطا للكتان شركه طنطا للزيوت. دي شركه عملها نايف عماد، وكانت بتطلع زيت اسمه زمزم، كانت الازازه تفرح. الراجل ده كان بيسافر فرنسا كل سنه عشان يطور انتاجه من الزيت سنويا، وبيته اخذوا المحافظ الفيلا بتاعته في طنطا. لما انا اخذ هذه الصرحه تاني لازم الاموال دي ترجع. شركه الغزل بتاع شبين كوم شركه اقيمت بعد ثوره 52. واحنا النهارده قطاع الغزل والنسيج كله بالظبط كان يجب ان احنا نبقى الدوله الاولى في العالم فيه، لان القطن المصري، على فكره القطن المصري ده موضوع عاوز حديث خطير جدا. امريكا حربت القطن طويل التيله من ايام الحرب الاهليه خوفا من مصر ومن اقتصاد مصر العظيم. تخيل يصل الامر لحد احنا ما عملناش اجداد وتجديد واحلال لقطاع الغزل والنسج عشان نساير الفايبر. انا عندي معلومات بتقول ان كان بيبقى فيه يعني بتوضع عراقيل للماده الخام اللي بتيجي من بره عشان مصنع يتقال ان المصنع، او تجديد الات عشان يتقال المصنع ما يشتغلش. وبعض من المديرين اللي طلعوا معاش اشتروا من الالات اللي كانت في المحله وفي البلد دي وفتحوا مصانع غزل ونسيج. نعم. يعني ده، وبعدين مين اللي بيشتري مصانع الغزل والنسيج؟ نحط خط تحتيهم وجنسياتهم. يعني دي جنسيات معروف مين في الاخر بتلاقي اصله. انا اشتري قميص من الصين وجنب مني المحله اشتري بنطلون، صدقني وحياه ولادي ان البنطلون اللي جاي من الصين لا يساوي قيمه جنب بنطلون المحله الكبرى. وبعدين بنتكلم على فرق السعر، فرق السعر وفرق الجوده. احنا 85 مليون وبيتقال ان احنا زياده النسل والكلام ده. احنا ممكن 85 مليون كل ما بنزداد احنا ممكن في العمل ده راس مال. احد عناصر راس المال هو الانسان. استغلال طاقه الانسان، الطاقه المتاحه. لكن انا اروح انا الاقي تاني يوم كتب في الجورنال ان التيشيرت بتاع العيل ابو 25 جنيه الوان مبهره في بيعمل سرطان، في غش تجاري موجود وصبغات. عندي المحله الكبرى كفر دوار، تاريخ مصر الاقتصادي العظيم، الرجاله العظيمه اللي عملوا كل ده معظم التيشيرتات ويتوقف عن العمل. استاذ وديع، معظم التيشيرتات اللي عليها ماركات عالميه رياضيه بياخدوا التيشيرت هنا ابيض او باللون من مصر. طبعا برخيص جدا. لازم يرجع القطن المصري ولو جوعنا. لازم القطن الطويل التقيل ثروه. تخيل ان كان في حرب ضد القطن المصري من امريكا اللي يفسد بينها محيطات عشان القطن المصري ده ثروه، وابتدوا يبقى فيه يدخل الفايبر مع الاقطان ومع مع مع مع, مع اتفاقيات الجد، والمديرين اللي كانوا قائمين بالغزل والنسج قد يكونوا معذورين ان الوزير بيرفض او السلطه اللي اعلى منه ترفض انه يجيب مكن حديث عشان الغزل والنسج. لما انت تعدي قدام شركه الغزل النهارده، شركه الغزل تتعد كنا مميزين يعني. ما العقليه اللي يعملها. وبعدين حضرتك بتتكلم على اقتصاد، شوف كمان الاسر اللي تشتغل والبطاله اللي فرص العمل اللي هتبقى موجوده. وانا بفتكر ان فرغاني باشا الراجل العظيم قال احنا القطن لازم، ده شيء مقدس عندنا، لازم نحمي هذه الزراعه. هو كان بيزرع حوالي 130,000 فدان في السودان. استاذ وديع، تخيل نستطيع ان نصمد امام هذا الاسلوب الخارجي او اذا توفرت الاداره والنيه الصادقه لخدمه هذا البلد. استاذ وديع، قبل ما